اللفت وجماله من اجمل مخللات الشتاء اللي احنا بنحبها كده، تبقى طعمها حلو جدا ولذيذ جنب الاكل. زي ما انتم شايفين كده طالع بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. وده كمان كان تالت يوم ما عملت فيه المخلل، طالع بسم الله ما شاء الله جميل. هنشوف مع بعض اللفت بتاعنا. ولو اول مرة تشوفوا قناتي، انا قناة مطبخ خالة حبيبتي، يا ريت تشتركوا في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كده اللفت الجميل ده، طازة طالع لسه من الأرض، ورقه لسه أخضر زي ما هو وجميل. هاخده كده هنضفه، واخد الورق بتاعه ده هعمل منه أحلى محشي. متستغربوش، احنا فعلا بنعمله محشي، يبقى جميل جدا. ونضفت كده اللعوات بتاعته لأن في ناس عندي بتحب اللعوات. وادي الورق بتاعنا اهو اللي أنا طلعته، هعمله محشي بإذن الله. قولوا لي عندكم بتعملوه محشي ولا لا. وده اللفت بتاعنا بعد كده ما غسلته واهوتي طالع كله احمر وجميل. حاولي انت تنقي اللفته اللي حجمها وسط، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. ما تجيبيش اللي هي كبيره قوي لان بتبقى بايظه من جوه. وتحاولي ان انت برضو تنقي اللي هو احمر برضو. انا بحب اللفت اللي هو احمر ده كده من بره. هشيل كده العنق بتاعته كده او اللعوات بتاعته، هعمل ده لوحده وده لوحده. هقطعه كله كده بالشكل ده. وبعد ما قطعت كده الرسام كلها لوحدها، هبدأ اقطع كده المخلل بتاعي بالقطعة بتاعت المخلل كده بالشكل ده. هعمله كده حوالي سمك سنتي او بالشكل ده. هي القطعة كده بتعمله شكل زجزاج. شايفين القلب بتاعه ابيض وجميل من جوه ازاي، حلو جدا. وحاولي ان انت تنقي اللفته التقيله ما تكونش الخفيفه، لان الخفيفه دي بتبقى بايظه من جوه، بتبقى قلبها فاضي. انما اللفته التقيله بتبقى كلها من جوه زي بعضها اهو بالشكل ده كده. وسبحان الله حاجه الشتا كلها جميله وطعمها جميل، مخللات وطماطم وبسله وكل خضار وفاكهه وكل حاجه. ربنا يديم علينا نعمه يا رب واحفظها من الزوال، اللهم امين. كنا زمان واحنا صغيرين، ما كان ايام ما كنا لسه بنات وصغيرين وكده، ما كناش بنشتري اللفت ده ابدا. كان بيطلع عندنا كده من الارض ايام والدي الله يرحمه ويرحم جميع امواتنا يا رب. كان بيبقى موجود عندنا على طول الشتاء، بيحطوه في ارض البرسيم، ويطلع كده وينقوه ويعملوه مخللات ويعملوه محشي. وكانت ايام جميله الحمد لله. هنقطعه كده بالشكل ده، وكانت والدتي تقطعه احنا نقعد ناكل وراها وهو طري كده وني، كان طعمه مسكر سبحان الله. كل حاجه كان بيبقى طعمها جميل ايام اهالينا. وبعد كده ما قطعت الكميه بتاعتي كده بالشكل ده بتاعت اللفت كلها، هحط كده كام ورقه لورا. انا بحب المخلل يبقى متظبط ويبقى طعمه حلو كده. ومعايا كزبره صحيحه، ولو عندك فلفل اسود صحيح حطي كمان، بيبقى جميل جدا. عندك برضو عود كرفس حطيه. ده كده معلقه سكر، ودي التانية معلقه السكر دي بتحافظ لي على قرمشه اللفت.
واحط كل المكونات بتاعتي كده مع بعضها. ودي شطة حراقة روم، احطها كده زي ما هي صحيحة وهقلبهم مع بعض. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد احنا بنعمله. واهم حاجة في المخللات بتاعتنا عشان ما تدوبش معاك وتتهري بسرعة تعملها بالملح الصخري، بتبقى حلوة جدا في المخللات. ونكمل كده المخلل بتاعنا. مش هحط فيه بنجر خالص، هحط فيه ايه، هحط فيه ورق كركديه، هبديني اللون حلو جدا وحافظ عليه انه انت لما تطلع حته مخلل وتبات عندك مثلا حطيتها في التلاجة ما تغيرش لونها ولا تسود. ومعايا كده جردل فاضي او علبه فاضيه او برطمان مغسول كويس، وهحط فيه كده اللفت بتاعنا. احط كل الكميه كده بالشكل ده. حط المخلل او الحاجه اللي انت بتحطيها قبل ما تحط الميه علشان تعرفي تحكمي البرطمان بتاعك او العلبه اللي انت هتحط فيها. وهخبطها كده بالشكل ده. وهحط بقى المحلول بتاعي، معايا ميه كده وملح، وهقلبهم بقى كويس جدا لغايه ما الملح يدوب في الميه. ودول ايه، دول طماطم خضرة لقيتهم في الطماطم، كنت جايبه قفص طماطم ولقيتهم فيه، بحبهم جدا في المخلل بيبقى طعمهم جميل جدا. وحطيتهم كده معاه في المخلل. وهنزل بقى كده في الميه بتاعتي، وهتلاقي ان الكركديه بدأ ينزل لون من اول دقيقة. هنزل بقى كل المكونات كده بالشكل ده كده. وهجيب بقى ايه الكمية الباقية التانية اللي معايا واحطها برضو واعمل لها المحلول بتاعها، وازودها المحلول كده بالشكل ده. وهزود الشطة كده عشان يكون المخلل بتاعها حراق وطعمه لذيذ. احنا بنحب المخللات كده طعمها حلو كده ولذيذ. هقفل عليه كده بكيس تلاجة والغطا بتاعه واحطه بقى واسيبه. وده تالت يوم من التخليل، يعني فات يوم واحد بس وده التالت يوم ما عملته، ده تاني يوم وده التالت. طلع معايا جميل كده زي ما انت شايفه، لونه تحفه بسم الله ما شاء الله، رايق وزي الفل. واتمنى تجربوا طريقتنا في المخلل، يا رب تعجبكم. والى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامه.